جدا جدا جدا. التزمي المقادير، اعملي كل الخطوات زي ما انا قلتلك بكل التريكات والحركات، هتعملي احلى بسبوسه دايبه ومرمله. بصوا ومتماسكه في نفس الوقت، يعني بصي اهي انا ماسكه الخرطه اهي عادي مفيش اي مشكله. لو عايزه تعرفي المقادير والطريقه كملي باقي الفيديو، وهتنسي اللايك والشير. كوبايه سمنه بلدي، يفضل سمنه بلدي في البسبوسه لان بتدينا طعم حلو قوي. هنزل بنص كوبايه، نص كوبايه سكر، كوبايه الا ربع لبن، معلقتين كبار عسل كلوكوز اساسي، لو مش موجود هتستبدليه بالعسل النحل او شربات الكنافه التقيل. على النار هدفي بس الكلام كله وهنمزجه مع بعض كده. انا بس عايزه الجلوكوز اللي معايا يسيح هو والسمنه يندمجوا مع بعض، يا دوبك يبقى دافي مش سخن يا جماعه. كوبايتين دي سميد خام مفيهوش اي حاجه خالص بدون اي اضافات. هحط عليه نص معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقتين كبار جوز هند ناعم وده اختياري. هقلب كويس. فانيليا او نص معلقه فانيليا اللي هي الخام، واقلب تاني. هنا المكونات السائله جاهزه معايا، ما تكونش سخنه، هتكون بارده خالص. هنزل بيها على البسبوسه، هقلب بقى هنا كده. احنا يا دوبك بالمكونات ما بنعجنهاش علشان خاطر ما تعملش عرق كده. خلاص بصوا يا دوبك مكونات تمتزج، انا مش عايزه اعجن، هو يا دوبك هتبقى كده معايا بالظبط. هجيب صينيه مدهونه سمنه، صينيه مدهونه سمنه او طحينه، هنزل بقى بالخليط بتاعي، هفردها كده في الصينيه. هديها خبطتين كده. الكميه دي للصينيه الوسط بتاعه طقم الصواني اللي زي كده. هديها خبطتين كده. عايزه تحطيها كده في الفرن حطيها، عايزه تحطي على وشها مكسرات ده اختياري. انا هحط شويه مكسرات عندي كده. عايزه بقى بحبه لوز حطيها بقى، اي مكسرات عندك. عايزه تعمليها ساده براحتك خالص. دي بندخلها على فرن سابق التسخين، هتاخد معايا حوالي من 25 ل 30 دقيقه، وهتكون احمرت ان شاء الله معايا. وهي سخنه هتخرج على الشربات السخن وهنسقيها. هحط كام واحده كده من البندق، صف بندق كده وصف لوز. برضو كان عندي بواقي من لما كنت بعمل الكحك معاكم، برضو هحطها. اي مكسرات عايزه تحطيها ساده براحتك خالص، اهم حاجه بس يبقى الشكل حلو والطعم برضو طبعا يعني. وادي شكلها اهم حاجه. قبل ما تدخليها الفرن تدي ضغطه خفيفه كده على الراد عشان خاطر تثبت معانا. بصوا خفيفه بالراحه جدا. هدخلها بقى على الفرن لحد ما تحمر، هطلعها اسقيها على طول بالشربات السخن. زي الشربات بقى معايا كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص اهو، بس الكوبايه دي كبيره، كوبايه ونص، عليهم كوبايتين من الميه، وهنعصر نص ليمونه ونسيبه يغلي لمده 10 دقايق بالظبط، وهنطفي عليه. الشربات هنا بيبقى معانا سخن والبسبوسه تكون سخنه. بصوا اللون ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنزل عليها بالشربات السخن وهي سخنه، اسقيها كلها كده ما تقلقوش. البسبوسه الناجحه ان شاء الله بتشرب كل كميه الشربات، هي هتشرب الشربات كله. هغطي عليها بقى واسيبها تبرد. ما شاء الله بتشرب الشربات بسرعه جدا، بسم الله ما شاء الله. قطعيها التقطيع اللي انت عايزاها اهي. بصوا طالعه ما شاء الله، ماسكه حلوه قوي قوي قوي. بصوا عامله ازاي، عايزه اوريكم. بصوا الترميله، بصوا مسقيه شربات روعه جدا جدا. انا هوريكم قد ايه هي مرمله. بصي شايفه، بصي الترميله تحفه تحفه. جربي طريقتي في البسبوسه ان شاء الله هتعجبك. واحلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.